لما تعلم أولادك إن الشرف والأمانة هو الطريق الصحيح، ولما يكبروا يكتشفوا إن الكلام اللي كنت بتقوله ده غلط، وإن الحرامي أو النشال بطل قومي وكمان يتعمل له مسلسل، ومع نهاية كل حلقة تقول دي حاجة 13 خالص. وأولادك كمان يكتشفوا إن حدوتة المسلسل حقيقية وحصلت سنة 1927 لما راجل اسمه عبد العزيز النص راح لصاحب دار نشر كبيرة اسمه حسن أفندي وقال له أنا عايزك تكتب لي مذكرات. حسن أفندي رد عليه وقال له هو أنت دكتور أو تاجر كبير مثلا عشان أكتب مذكراتك؟ قال له لا، أنا محسوبك النص، أكبر نشال في مصر وقصتها هتعجبك. الفضول حرك حسن أفندي وقال له احكي يا سيدي. قال له بص، وانا صغير اتعرفت على نشال اسمه دقدوق، علمني الشغلانه من باب التسالي، لكن بعد ما ابويا ما مات بقيت بنشل علشان اعيش لان مبقاش معايا فلوس، وما سكتش طورت في المجال لحد لما بقيت اشهر نشال في مصر، وفتحت قهوه واتجوزت على مراتي بالتراضي، وبعدين حماية اكتشف ان النشال وكان عايز يطلق مراتي مني، وحلفت بالمصحف ان هبطل الشغلانه وهشتغل شغل شريف، واشتغل بالفعل الكمساري في الترام، لكن بسبب الحرب وارتفاع الاسعار بقى على الحديده ورجع تاني للنشر. وبعد ما معلمه دقدوق مات الوضع اتغير جدا والنص شكل عصابة نشر. المعلم دقدوق كان عنده ولد اسمه زقزوق، انضم هو كمان لعصابة النص وده قوى قلبه. الحكاية حصل فيها حبكة درامية لما النص اتحول وبقى شغال مع المقاومة ضد الإنجليز، وقرر يغير الاستراتيجية بتاعته. بعد ما كان بينشل الموظفين الغلابة في الترام بدأ ينشل الأغنياء اللي بيدعموا الاحتلال الإنجليزي، وانضم هو وزميله لمعي لحركة المقاومة السرية، وتحول من زعيم لعصابة نشر لزعيم لحركة مقاومة سرية. والإنجليز قرروا ينتقموا منه، وكمان الحكومة المصرية اعتبرته مات، والناس اعتبرته بطل قومي. وانا مش عارف اقول ايه لعيالي. وحضرتك مركز مع المسلسل تلاقي واحد صاحبك بيقول لك شفت اللي حصل في اعلان الاهلي، ابو تريكة ظهر فيه والناس اتقسمت ما بين مؤيد ومعارض، ونفس الناس دي بتقول مين اقوى، برنامج رامز جلال ولا مدفع رمضان؟ وانا خايف بعد صلاة العشاء الشيخ يدعي ويقول الله يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا معلم نص. فكر فيها.